السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتابعين قناة أوشي العقار، مرحبا بالجميع. كما كتعرفوا دائما الجديد ودائما أنواع ديال العقارات. بالنسبة اليوم الإخوان غادي نشوفوا هذا المنزل كما كتشوفوا معايا، كتواجد في التجزئة ديال البحيرة اللي كاينة في العوامة. هذا المنزل هذه المساحة ديالها 65 ديال المتر، 65 ديال المتر. الشارع ديال 10 كما كتشوفوا، كاين الكراج وجوج ديال الطبقات. الاخوان الله يخليكم حاولوا تابوناو في القناه، لان بزاف ديال الاخوان كيدخلوا جدادين ما كيتابوناوش في القناه، وحاولوا تبارطاجيو الفيديو باش غادي يوصل لجميع المتتابعين ان شاء الله. كما كتعرفوا احنا الحمد لله دائما جديد، ودائما انواع العقارات اللي كنجيب لكم الاخوان راه كنجيبوهم بالمعلومات صحيحه وبالثمن صحيح، وكامل هذا الشيء هذا من مول العقار. ما كيعطينيش شي معلومات شي واحد اخر خارج مول العقار، والاثمنه اللي كنعطيكم انا ديال مول العقار. وعاد انا داير باش تعرفوا واحد الحاجه الاخوان، دائما الثمن اللي كيعطيو لي دائما انا كنقص لهم باش تعرفوا هذا الشيء هذا. والناس اللي كتهضر هذاك الشغل ديالهم كل واحد كيغني بهواه. بالنسبه لهذا الشوق، هذا المنزل هذه كما كتشوفوا تبارك الله منزل مازال يلا تفينات ومازال جديده وما عمرها تسكنات. السيد يلا سالا بالفينيسيون كما كتشوفوا ما شاء الله. الكراج داير ليه البلافون ديالو كما شفتوا، الليد والخرجه ديال باب الزنقه كما كتشوفوا. وهنا البحيره راكم عارفين راه كتعمر شويه بشويه. وهنا كما كتشوفوا غادي نشوفوا ان شاء الله كلشي، الطبقه الاولى والطبقه الثانيه وحتى السطح. انا كان كيعجبني نصور كلشي، ما كيعجبنيش نغش في التصوير، باش ملي يجي واحد اخر ما تلقاش معاه مشكل، ما يقولكش لا انا ما شفتش هذه وما شفتش هذه، ما صحاب لي شي هكا وما صحاب لي شي هكا. باش اللي شاف في الفيديو داك الشيء اللي غادي يشوف في الواقع، والفيديو ما كيتزور ما والو. اللي شفتيه دابا راه داك الشيء اللي غادي تشوف. كما كتشوفوا هذه الطبقه الاولى ما شاء الله فيها جوج المحلات وفيها المطبخ كما كتشوفوا، المقعد او السيجور كما كتشوفوا. الدار مزلجه كامله، كاينه شويه ديال الغموليه راكم عارفين مع السراجم، لان الشتا اللي طاحت تبارك الله مؤخرا راه ماشي عاديه، راه ما بقاتش شي دار في طنجه ما برداتش. هادشي عادي، وداك الشيء راه عنده الحل ديالو، ماشي شي حاجه كبيره، لان تبارك الله هذا العام راه الحمد لله تحت الشتا كثيره. وملي كتكون الدار مازال بوحديتها من هنا ومنها كتبرد كيكون باقي شويه ديال، ولكن ماشي شي حاجه كبيره. كما كتشوفوا هذا الحمام تبارك الله مزلج كامل، وما الحمام كبير فيه المطريات ديالو كامل كما كتشوفوا. والانسان اللي غادي يشري هاد الدار هادي راه ما غيخسر عليها والو، خصوصا ديك الدقائق صغارين راكم عارفين ضروريين. وهذا المطبخ باقي له البلاكاريز ديالو، الانسان غادي يعدل لهم على حسب الذوق ديالنا. اللي كاين اللي بغى اللي كيبغي ديال الخشب، اللي كاين اللي كيبغي ديال الالومنيوم، كل واحد والذوق ديالو. هذه التنفيسه ديال الدار باتيو، تنفيسه الدار، لان هذه اللي كنشوفوا دابا هي الطبقه الاولى. لان الاخوان ما نكذبش عليكم الصراحه، راه اليوميا كيتصلوا الناس كيقلبوا على المنازل بثمن مناسب على حسب العوان كل واحد والاستطاعه ديالو. وراكم عارفين الديور القلالين والديور غاليين، وخصوصا في هذا الشيء ديال الشعبي كان كتلقى ديك السفليات والسفلي والفوقي بالثمن. دابا مابقاش داك الشيء قليل وبالثمن الثمن زايد. وفي التجزئه راكم عارفين التجزئه راه الناس اللي عارفين راه شحال الناس ديال اللي كيتسوقوا اللي دايرين راه عارفين الارض شحال كتسوى في التجزئه. كما كتشوفوا هذه الطبقه الثانيه الاخوان هي تقريبا نفس الفصاله. هذا بيت النعاس حتى هو كما كتشوفوا، بلافون ديالو بالليد بكل شيء هو هذاك الالومنيوم، الصاج الالومنيوم والصاج كيطلعوا بالضاو. كل شيء هو هذاك الاخوان ما شاء الله. الدار غزاله والسيد بنى على يدو ودارها للبيع، ما كاين حتى شي مشكل. بالنسبه للاوراق ديالها الارض محفظه وعندها بيرمي دافيتي ديالها. بالنسبه للبناء راه مازال ما تحفظش، ولكن كاين بيرمي دافيتي ديالها. كاين كلشي كما كتشوفوا. الباب ديال الفصيل ديال تركيا بديك الباب اللي مزيانين. هذه الباب ديال الفصيل، وهنا كاين الحمام، كاين المطبخ. غادي نشوفوا المطبخ
هنا سمحوا لي، لان انت حيت كاين المطبخ وهنا داروا بيت، ولكن انسان اللي باغي يرجعوا مطبخ يرجعوا مطبخ. هذه غير كنظن انا انه هو دار على حساب الفصاله ديالو. هو الانسان اللي باغي يسكن ممكن يدير مطبخ غير في طبقه وحده، وهنا غادي يخليها السكنه، ان كل واحد كيمشي على حسب الفصاله ديالو باش تعرفوا شنو كاين الاخوان. هذه التنفيسه ديال الدار، وهذا الحمام كما شفتوا نفس الفصاله ديال تحت، وفيها الثمن مزيان الاخوان الصراحه. الثمن الا جيتي تقارن مع تشري الارض وتحفظ وتبني وتخرج البلان وداك الشيء وتقابل، راه تشري دار مبنيه احسن، لان البناء صعيب باش تقابل، صعيب شويه. كما كتشوفوا حنا كنحاول نصوروا، واخا كيكون الاخوان فيديو ثقيل شويه طويل شويه، ولكن راه كاين شي وحدين خاصهم كلشي بالزربه. كيقول لك الفيديو طويل، ولكن الا جينا نصوروا كلشي بالزربه لا ما غاديش نصوروا الدار كامله، غادي نعملوا غير لقطه من هنا. ملي غادي تجي تشوف تقول لي انا ما خبعتي هذه ولا ما بينتيش هذه. حنا كنحاولوا غير نصوروا كلشي باش كلشي غادي يكون واضح، لان الناس اللي بعادين خصوصا الناس ديال الجاليه كيشريو من البعيد باش الا جا يعرف علاش يجي، ماشي يجي من بعد ملي يوصل يقول لك لا انا ما شفتش هذه وما شفتش هذه. حنا الاخوان كنتواجدوا في السطح كما كتشوفوا. هذا هو السيكتور ديال طريق المحطه. هذا السطح كما كتشوفوا، هذا هو باتيو التنفيسه ديال الدار. وكما كتشوفوا بالنسبه الحومه راه عامره هنا تبارك الله، راه عامره ومازال كتعمر، لان هذا الشيء كيزيد كيغلى. شحال ما عمرات التجزيره كتزيد كتغلى. هذا هو الشارع الرئيسي ديال العوامه ديال البحيره. بالنسبه للثمن ديال الاخوان، الثمن ديالها 150 ديال المليون، 150 ديال المليون. السيد دار الثمن مناسب، ممكن غادي يحيد شي حاجه. 150 ديال المليون واجي تسكن مع راسك، اولا غادي ديرها تشريها وتخبع فيها الفلوس وتعملها للكرا، اولا غتسكن فيها. كل واحد والفكره ديالو. وهنا بحالك بحال ايها الناس، المسجد ديال البحيره هي هذه كما كتشوفوا. الشارع الرئيسي هي جا تقريبا الشارع بواحد 200 ديال المترو، كتهود من هنا نيشان كتخرج للشارع 200 مترو، انت في الشارع الرئيسي. غادي تجبر الطاكسي اولا الطوبيس، انت في المدينه. هادشي اللي كاين الاخوان، ومرحبا بالجميع. وتهلاو لي فراسكم. اللي عنده شي العقار باغي يبيعو فمرحبا به. والثمن هو هذا الاخوان كما قلت لكم، 150 ديال المليون. غادي تكون شويه المفاهمه ان شاء الله، ما يكون غير الخير.